عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. عمركم سمعتوا عن مكان في اسكندرية لو رميتوا فيه فلوس يحقق كل امنياتكم؟ احنا النهاردة في واحد من اقدم واغرب الاماكن في اسكندرية، وهو بير مسعود او بير الامنيات كما يطلق عليه. ناس كتير من اهل اسكندرية او من الزوار بيجوا هنا مخصوص عشان يرموا عملات معدنية ويتمنوا امنية، والمكان بعد كده أصبح رمز للأمل والأمنيات اللي الناس مستنياها تتحقق. والغريب بقى إن البير ده مش مجرد فتحة في الأرض، ولكن علماء الآثار بيقولوا إنه في الأصل مقبرة قديمة من العصر الروماني. والرومانيين كانوا بينزلوا فيه المتوفي، لأن في ممر محفور من الصخور بيسحبوا فيه المتوفي منه إلى المقبرة ويوصل للاتجاه التاني. ولكن مع مرور الزمن تأكلت المقبرة بالكامل ولم يتبقى سوى البير اللي هو بير مسعود. يعني المكان هنا مش مجرد بس ليه بعد روحي، ولكن كمان ليه تاريخ وأثر قديم بيرجع لأكتر من 2000 سنة. وبالنسبة بقى لأصل تسمية بير مسعود بالاسم ده، اختلفوا عليه الباحثين. والرواية الشائعة في اسكندرية إن مسعود هو أحد أولياء الله الصالحين، وكان دايما بيتردد على المكان، ولما توفي سمي المكان باسمه. والرواية التانية بقى عن سبب تسمية بير مسعود بالاسم ده، إن كان في طفل صغير توفت والدته ووالده اتجوز واحدة تانية وكانت بتعذبه، فهرب منها واستخبى في البير وغرق، وعشان كده اتسمى البير باسمه. وفي رواية تالتة ولكن يعني غريبة شوية، ان مسعود ده كان عبد حبشي يعذبه قائده، وهرب واستخبى في البير وغرق، واطلق عليه اسم بير مسعود. اللي امامنا ده دلوقتي على فكرة مشروع حماية شواطئ اسكندرية، اللي بيحصل دلوقتي في جميع شواطئ اسكندرية. طبعا احنا هنا في منطقة بير مسعود، ولكن القصة السائدة والشائعة جدا في اسكندرية ان سبب تسمية بير مسعود بالاسم ده هو بسبب ان كان في شيخ من اولياء الله الصالحين وتوفي وسمي المكان ده باسمه. دي بقى الشائعة جدا في اسكندرية واللي الناس دايما بتتكلم عنها. والحقيقة يعني ان تقريبا بير مسعود ده خرافات، مفيش حاجة اسمها بير بيحقق الامنيات، ولكن كل امنياتنا واملنا هي في يد الله سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجة ممكن تحقق امنياتنا غير ربنا وبس. نيجي بقى لحالة البحر. زي ما حضراتكم شايفين حالة البحر ممتازة جدا جدا، مفيش اي امواج خالص، والسماء والبحر صافي جدا وهادي. لان في ناس كتير جدا في الفترة اللي فاتت سألتني عن هل الجو في اسكندرية كويس، هل الشواطئ فاتحة؟ ايوه، شواطئ اسكندرية كلها فاتحة، وخلاص بقى الاغلاق اللي حصل ده انتهى وتم فتح جميع الشواطئ. ولكن طبعا يعني مفيش زحام زي الاول، فالناس بقى اللي مش بتحب زحمة اسكندرية في الصيف تيجي بقى تستمتع بالاجواء. لان طبعا دلوقتي احنا في المدارس، بعد عودة المدارس بقى كل الزحام اللي كان موجود في اسكندرية اختفى تماما. المكان هنا حلو جدا زي ما حضراتكم شايفين، في ناس كتير بتصطاد، وفي كمان ناس عملته شاطئ ونزلت البحر. ده كان في اول الفيديو. يعني عملوا شاطئ جديد، شاطئ بير مسعود. طبعا الناس بتنزل فيه مجاني لان هو اصلا مش شاطئ. كلنا تابعنا الفترة اللي فاتت ارتفاع الأمواج اللي حصل في اسكندرية، واللي تسبب في إغلاق جميع شواطئ اسكندرية وللمرة التانية. تابعنا طبعا المرة الأولى اللي كانت في أواخر شهر أغسطس، وتابعنا كمان المرة اللي فاتت الأخيرة وكانت في شهر 9. ولكن سبحان مغير الأحوال وسبحان من يغير ولا يتغير. النهاردة حالة البحر حلوة جدا ممتازة جدا، وجميع الشواطئ تقدروا تنزلوا فيها عادي. مفيش اي موانع خالص لنزول البحر في الفترة دي. وزي ما حضراتكم شايفين بصوا قد ايه البحر هادي والامواج هادية جدا. وطبعا نقاء البحر يعني حاجة، بصوا نقي جدا وصافي. وهنا طبعا بقى معظم الناس بتيجي تصطاد هنا في المكان،
لانه طبعا يعني زي ما قلنا الامواج هاديه والناس بتستغل الصخر اللي موجود ده وتصطاد من عليه. بالنسبة بقى لمشروع حماية شواطئ اسكندرية، طبعا في معظم شواطئ شرق اسكندرية، ولكن احنا عايزين الفترة الجاية تكون كمان في الشواطئ المفتوحة زي شاطئ ستانلي وشاطئ السلسلة. كلنا شفنا الأمواج كانت مرتفعة بطريقة صعبة جدا، لدرجة شاطئ ستانلي حصل له تآكل، وكان واضح جدا في التصوير. لو لسه ما شفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. الموضوع كان صعب قوي. فطبعا يعني المشروع ده من اهم مشروعات اللي اتعملت في اسكندرية، لانه حماية لشواطئ اسكندرية من الغرق، وكمان حماية لاسكندرية من الغرق، لانه الموضوع بقى صعب جدا. لما الامواج بترتفع عندنا بترتفع ارتفاع فظيع. كلنا شفنا كل الفيديوهات دي على مدار الايام اللي فاتت قد ايه كانت الامواج مرتفعة، وكلنا تابعنا الظاهرة اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت. فلو احنا بنعمل مشروع عظيم زي مشروع حماية الشواطئ، فياريت كمان الشواطئ المفتوحة، لان دي اخطر بكتير جدا، لان فيها ارتفاع الامواج بيكون مضاعف. فياريت يمتد مشروع حماية شواطئ اسكندرية من الغرق على طول شواطئ اسكندرية وعلى طول كورنيش اسكندرية. على القناة بقى موجود كل شواطئ اسكندرية من المنظرة لغاية سيدي بشر، يعني كل الفيديوهات موجودة بالأسعار عشان الناس اللي لسه جاية تصيف في اسكندرية يعني، أو تيجي تزور اسكندرية، يبقوا عارفين جميع شواطئ اسكندرية بالأسماء وبالأسعار. ما عدا طبعا شواطئ سيدي بشر لسه هتكون معانا في صيف 2026، هي وأربع شواطئ اللي كانوا مقفولين، اللي هي شاطئ إيناس حقي وإسحاق حلمي وشاطئ السرايا وشاطئ أبو هيف. كل الشواطئ دي طبعا كانت مقفولة في صيف 2025 نظرا لمشروع توسعة كورنيش اسكندرية المرحلة الثانية، ولكن ان شاء الله الصيف القادم هيكون معانا شواطئ جديدة اللي هي شواطئ سيدي بشر والأربع شواطئ اللي كانوا مقفولين. بصوا بقى في ناس كتير بتصطاد ازاي هنا. المكان طبعا حلو جدا، تقدروا تيجوا تستمتعوا بالاجواء، وفي كراسي كده معمولة للقعدة قدام البحر على طول. يعني الحمد لله الاجواء رجعت صيفية تاني في اسكندرية بعد الارتفاع اللي حصل مفاجئ للامواج. الحمد لله الاوضاع دلوقتي مستقرة في اسكندرية. الناس اللي لسه مش مشتركة في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. شرفوني بقى بالاشتراك في القناة عشان احنا داخلين على فصل الشتاء، وما اقولكوش بقى على نوات اسكندرية في الشتاء بتابعها معاكم كل سنة، وان شاء الله هتابعها معاكم السنة دي كمان، من اول بداية نوة المكنسة لحد اخر نوة بتكون في شهر تقريبا 3. بس هنفضل متابعين مع حضراتكم كل ما هو جديد وكل حاجة تخص اسكندرية. فلو لسه مشتركتوش في القناة شرفوني بقى بالاشتراك في القناة. بصوا بقى قد ايه الاجواء رائعة هنا في بير مسعود. طبعا قلنا قصة البير ايه بالظبط. وبصوا هنا ده في غطاس امام حضراتكم. انا اصلا يعني اتخضيت قلت مين اللي بينتحر هنا في المية، بس طلع غطاس يعني. طبعا البحر مشجع جدا ان الناس بقى تنزل البحر، خلاص مفيش امواج. بصوا حتى الغطاس بينزل يغطس تقريبا بقى، بيجيب سمك بيجيب ايه انا مش عارفة بيغطس يعمل ايه بالظبط، ولكن هو في الوقت الحالي كان بيغطس تحت المية. يعني الجو حلو جدا يساعد بقى على النزول للبحر، عكس طبعا الفترة اللي فاتت. سمعت مؤخرا كمان عن انه هيتم تطوير اللي هو القعدة اللي عند بير مسعود اللي كان فيها كراسي، هيتم بقى تطويرها وهيتم وضع كراسي بتبص على البحر عشان الناس طبعا تقعد مرتاحة في المكان. فده لسه مش مؤكد، ولكن انا سمعت وحبيت برضو ابلغ حضراتكم بحاجة زي كده، ان هيتم عمل كمان ممشى هنا. لسه مش عارفين الاوضاع ايه، ولكن ده اللي هيكون في الفترة القادمة. هنتابع برضو مع حضراتكم زي ما عودناكم، بنتابع كل جديد وحصري موجود عندنا على القناة. بصوا قد ايه المية هنا صافية جدا، مفيش بقى اي قمامة مرمية ولا اي حاجة خالص، المية صافية جدا وهادية.
لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. هسيبكم بقى بتستمتعوا بصوت الامواج، انا عارفه في ناس كتير جدا بتحب تسمع صوت الامواج، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم. باي باي.